السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للجميع. كنحيي كل الإخوان المتابعين. الكثير من الرسائل والكثير من التساؤلات حول هذه القضية بعيد الأضحى المبارك ومنع الأسواق ومنع التنقل بالماشية في عيد الأضحى. يتم ترويج الأخبار ويتم تنقلها على أساس أنه غادي يتم توقيف الأسواق الأسبوعية لبيع الماشية. الأسواق الأسبوعية كسوق الثلاث وسوق الأربع وسوق الحد وغيرها. وهذه الأسواق الأسبوعية هي اللي كتكون في البوادي وكتكون في القرى وكتكون في الجبال. هذه الأسواق يتم التوقيف ديالها قبل العيد بأسبوع كما سمعنا، وهذه المعلومات كيتم الترويج ديالها. أيضا كيقولوا بأن التنقل بالماشية سيكون ممنوع من مدينة لمدينة أو من قرية إلى المدينة، غادي يتم منع تنقل الماشية. وهذه المعلومات تروج بكثرة في هذه الأيام، ومع انتشار هذه المعلومات بكثرة خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي نظن الناس تخلعوا ومشاو كيشريو اللحم في الاسواق. هذا اللي خلى بان اللحم بدا كيرتفع في هذه الايام. والهضره اللي دايره كيقولوا بان المجازر سيتم التوقيف ديالها، يعني السوق ديال القرنه. والان الناس في هوس بداو كيشريو اللحم بكثره، وهذا الهوس في شراء اللحم خلى بان اللحم ارتفع الثمن ديالو، والسعر ديال اللحوم البيضاء او الحمراء بدا كيرتفع، خصوصا اللحم ديال البقر واللحم ديال الغنمي. فبالتالي ما هي حقيقه هذه الاخبار وما هي صحتها؟ فاللي غنقول لكم بانه لحدود الساعه ليس هناك أي معطى رسمي، ليس هناك أي جهة تتحدث عن إلغاء الأسواق الأسبوعية، فهذه إلى حدود الساعة تظل إشاعات لا مصدر لها، وكلام بدون تدقيق يروجه الناس بدون دليل ولا مصدر له. فهذا الكلام لا معنى له ومجرد هوس وإشاعات تتناقل بين الناس. وهذه الإشاعات للأسف الشديد خوفت مجموعة عريضة من الناس، وبداو الناس كيتناقلوا هذه الأخبار. واش غيتم اتخاذ إجراء رسمي من طرف الجهات المعنية؟ هل ستكون هناك عقوبات على الناس اللي غيشروا الأضحية؟ إلى حدود الساعة ليس هناك ما يؤكد ذلك، بمعنى أن الإنسان إذا شرى الأضحية الآن فليس هناك ما يمنعه، فالمسألة قانونية إلى حدود الساعة. والناس مخلوعين وفيهم الرهبة من أخبار زائفة، من إشاعات كتلقاها في وسائل التواصل الاجتماعي للأسف. ثانيا واحد المعلومة وخصنا ندقوا فيها، أن في الدار البيضاء تم تناقل واحد الوثيقة، هذه الوثيقة التي ترونها، على أساس أن هذه المجازر اللي كتدفع هذه الماشية غيتم التوقيف ديالها قبل العيد ومر العيد بجهة الدار البيضاء. لكن بعد ذلك تبين أن هذه الوثيقة مفبركة ولم تخرج من الجهات المسؤولة، وخرج بيان يكذب هذا الخبر. وبالتالي بعض الناس شنو كيعملوا ملي كتنشر بحال هذه الأخبار؟ كيخافوا كيمشيو يشريو اللحم، كيعمروا اللحم وكيستوكيوه. ربما كاين ناس كينشروا بحال هذه الأخبار باش الثمن ديال اللحم يتزاد، والتساؤلات كتبقى مطروحه. كاين الناس اللي عندهم الهدف من مور اشاعات هذه الاخبار. شنو كيعملوا الناس ملي كتنشر بحال هذه الاخبار وهي مجرد معلومات زائفه؟ الناس كيتسابقوا على شراء اللحم من المجازر وغير ذلك في الاسواق الاسبوعيه، فكيطلع الثمن ديال اللحم. وفي بعض المناطق ارتفع الثمن ديال اللحم تدريجيا بسبب هذه الاشاعات اللي بدات كتنتشر. من جهه اخرى، شنو هما العقوبات اللي فرضت الدوله؟ او شنو هي الاجراءات اللي غتاخذ السلطات باش تمنع هاد الناس هادو يشريو اللحم؟ فإذا كان شي إجراء من طرف الدولة فلا بد أن يكون له سند قانوني. بالتالي السلطة لا تأتي وتطبق عليك القانون بدون أن يكون هناك سند قانوني يؤكد هذه العقوبات. وبالتالي أنت من حقك إلا جاء عندك شخص وقال لك أنت خرقتي القانون، أنت معاقب، فعلتي كذا وكذا، فمن حقك بأنك ترفع عليه دعوة وتقول له شنو هو الدليل ديالك بأنني خرقت القانون، جيب لي شي وثيقة كتبين بأنني خرقت القانون. فالناس واجب عليهم خصهم يتعاملوا بالوعي، لأن احنا في دولة القانون، دولة المؤسسات، والناس ما يبقاوش يتيقوا هذه الأخبار اللي كتروج بدون دليل. الأخبار اللي كتروج أنه لا شدو غتشري الحولي غادي يعاقبوك، أنك إلا مشيتي تشري الحولي غادي يعاقبوك، أنك غيتعرضوا لك في الطريق، أن الأسواق غتوقف، أن القرنة غادي يعاقبوا الكسابة. وهذه الأخبار الزائفة كلها لا أساس لها من الصحة. شنو هو السند القانوني ديال هذه العقوبة اللي غتفرض عليك؟ والخطاب الملكي راه واضح. ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا كأمير المؤمنين والصاهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وكلمة نهيب اللي جات في الخطاب، وهذه الكلمة كتستعمل في الخطابات والإعلانات الرسمية، كتعني نطلب وندعو بقوة واحترام. فإخواني الله يجازيكم بالخير،
ما تيقوش هاد الاخبار اللي كتدور. حنا كنتحدثوا عن معطيات قانونيه. اذا كان هناك شي منع او شي اجراء سيتم اتخاذه بناء على مسطره قانونيه. المسطره القانونيه كيتم الترويج ديالها في البرلمان وكيخرج قانون في الجريده الرسميه وعاد كيتم التطبيق ديالو، وإلا عقلتو كيما عملوا في كورونا. اما الى حدود الساعه ما كاين حتى شي حاجه من هاد الاخبار اللي كتروج. الا كان شي اجراء والله اعلم غيكون الاجراء ديال النظافه، غيكون داخل في عقوبات النظافه، واجراءات النظافه عندها فصول قانونيه على من خالف اجراءات النظافه. وحنا ما عندناش اجراءات بحال اللي في اوروبا. في اوروبا تتمنع كليا الذبيحه خارج القرنه، يعني خارج الاماكن ديال الذبيحه، وبالتالي عندهم قانون بان الذبح يجب ان يكون في اماكن معينه، واللي خالف هذا الامر كاينه هناك قوانين غتطبق عليه وغيتم المعاقبه ديالو طبقا لهذه القوانين اللي كاينه عندهم، وبالتالي غيتحكم عليه باداء واحد الضريبه يعني على هذيك المخالفه اللي دار طبقا لديك القوانين اللي عندهم. لكن عندنا في المغرب ما كايناش هذه القضيه، والحمد لله في المغرب ممكن تذبح الذبيحه في دارك، ممكن تذبحها في اي مكان بغيتي. ما عندناش حنا بان خصك تذبح في القرنه واجب، ولا ذبحتي خارج القرنه فانك تعاقب، وبالتالي ما عندناش شي قانون كيعاقب الانسان الا ذبح الذبيحه في دارو. الا عندك السبع كتذبح الذبيحه في دارك، الا عندك شي وليمه كتذبح الذبيحه في دارك، الا كاين شي فرح كذلك كتذبح ديك الذبيحه في دارك. اما يجي شي واحد عندك للدار ويقول لك ما عندكش الحق تذبح، قل له جيب لي شي سند قانوني كيثبت بان ما عنديش الحق. القوانين اللي كتطبق في الدول الغربيه شيء، والقوانين اللي كتطبق عندنا في المغرب شيء اخر. تقدر تكون الضريبه ديال النظافه، اما لحد الان ما كاينش شي قانون كيعاقب الناس الا شراو الحولي. طبعا السلطه والملك عندهم الاعذار ديالهم. قالوا هذا العام بان الشعيره ديال العيد غتوقف، وقالوا للناس انهم يوقفوا عن شراء الاضحيه، لكن هذا لا يعني انه سيعاقب كل ذبح الاضحيه. ونفرضوا مثلا شي واحد ذبح، ما كاينش شي نص قانوني كيمنعوا بانه يذبح، لا يوجد سند قانوني يؤكد ذلك، ولا يوجد بلاغ رسمي من طرف الجهات المسؤوله، لا من وزاره الداخليه ولا من اي جهه مسؤوله اخرى. وبالتالي خصنا نفهموا بان هذه مجرد اشاعات كيروجوا لها الناس لكن ما عندها مصدر، والغايه منها ان بعض الناس غيستافدوا من بيع اللحوم، يعني ان هاد الناس يتاجرون في بيع اللحوم، وبسبب هاد الاشاعات تخلق الخوف في قلوب بعض الناس. وما تضحيوش وكاين القانون غادي يعاقبكم، غادي تمشيو للحبس، الاسواق غادي توقف. فهاد الاشاعات خلقت الخوف في كثير من الناس،